أول تip عندنا هي write data. write data لازم لو عندك الرسمة فيها أرقام لازم في الباراجرافينج تكتب أرقام في الباراجرافز مش في الأوفر فيو. يعني في الأوفر فيو نفسها مش بنكتب داتا، مش بنكتب أرقام، بنحكي الموضوع زي ما هنشوف، ولكن كأرقام بنكتبها في body 1 و body 2. فنخلي بالنا من النقطة دي، الأوفر فيو ما فيهاش أرقام. تاني حاجة البادي باراجرافز. البادي باراجرافز هي اللي بنكتب فيها الأرقام وبنكتب فيها إيه؟ comparisons. بكتب أرقام وبقارن. يعني إيه بقارن؟ يعني بقول ده الحاجة دي كانت الأعلى بس الحاجة دي بقت أقل دلوقتي، أو أقارن بين حاجتين، الحاجة دي كانت 30% بينما الحاجة دي في بلد تانية كانت 20%. يبقى لو أنا بكتب أرقام وماشي كده مش جمل بسيطة فيها ايديا واحدة بس، ده بيرفع لي السكور بتاعي من 6 ل 7 وببعد عن 5 خالص. بالنسبة للجرامر لازم نكتب complex sentences، لأن task 1 academic لو ما كتبتش complex sentences يبقى أنت الجمل بتاعتك بسيطة ما فيهاش معلومة قوية. وكمان بستخدم linking words اللي احنا قلنا انها بتعمل لنا الكوهيجن بتاعنا. لما ببتدي الجملة بتاعت الباراجراف لازم تكتب linking words. مفيش conclusion في task 1 academic. الموضوع ده مهم جدا جدا يا جماعة. احنا عندنا 4 part: introduction, overview, body 1, body 2. مفيش conclusion وكمان مفيش opinion ولا personal opinion ولا تقول رأي حد معين في الموضوع ده. انت بتعمل description فقط. أول